وصلت اليوم الجمعة إلى مطار هواري بومدين الدولي الجزائر العاصمة 306 رعية جزائرية تم أجلاؤها من لبنان، وذلك تجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للتكفل بأبناء الجالية الوطنية المقيمة بهذا البلد. وقد تم إجلاء الرعايا الجزائريين عبر رحلتين تم تنظيمهما خصيصا لهذه العملية من مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت نحو مطار القاهرة الدولي، على أن تتولى شركة الخطوط الجوية الجزائرية إيصالهم إلى الجزائر. وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها بعد تلك التي تم إنجازها في شهر أغسطس 2024، أين تم إجلاء أكثر من 125 مواطن جزائري. وصرح رشيد مداح المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج أنه تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية تم تنصيب على مستوى وزارة الخارجية منذ الوهلة الأولى للعدوان الصهيوني على غزة خلية أزمة تتكفل بدراسة أوضاع الجالية الوطنية في كل المنطقة، حيث تم التواصل مع سفارات الجزائر بالقاهرة، بيروت، دمشق وعمان لمتابعة عن كثب أوضاع الجالية ودراسة جميع المخططات لإجلائها إن اقتضت الضرورة ذلك. وأضاف السيد مداح في تصريح له بمطار هواري بومدين الدولي: لقد تمكن بفضل المجهودات المبذولة من إجلاء 306 مواطن جزائري وجزائرية وأزواجهم من جنسيات أخرى. من جانبهم أعرب الرعايا الجزائريون عن شكرهم لرئيس الجمهورية وللسلطات العمومية على تجندها للتكفل بهم وعودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف. وتجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للتكفل بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد، تم الشروع في وقت سابق اليوم في إجلاء الرعايا الجزائريين من لبنان. وأوضح بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنه قد تم تجنيد كل الوسائل والإمكانات اللازمة لإنجاح هذه العملية والسماح لأبناء الجالية من العودة إلى أرض الوطن في أحسن الظروف، مع التأكيد على الاستعداد التام لتنظيم عمليات إجلاء أخرى إن اقتضت الضرورة ذلك.